عمرنا سألنا نفسنا احنا بنحب بابا وماما ليه؟ عشان حاجات كتير قوي. بابا احساس بالامان، ماما عطاء ما بينتهيش. طب افرض ده مش موجود، هتفضل تحب باباك ومامتك ولا لا؟ طب بتحب ولادك ليه؟ ليه؟ بيخليكي تضحكي، بيخليكي يحس ان انت عندك مسؤوليات، بتحققي نفسك، بتحقق ذاتك، تحس انك بتعمل حاجه، تحس انك ليك هدف في الدنيا. طب ما برضو يعني هما بيخلوني احس بحاجه، صح؟ لو بتحبي public speaking، بتحبي الوقفه دي، بتحبي الوقفه دي ليه؟ عشان اهتمام، ناس بصالك، مهتميه بيك، تحس ان انت عملت حاجه، تحس ان انت ليك هدف، ليك دور. طب ايه التوك بتاع اليزابيث جيلبرت الصبح عمال يدور في دماغي؟ ايه اللي انت بتحبه اكتر من نفسك؟ طب ما انا حتى الحاجات اللي بحبها اكتر حاجه في حياتي بحبها عشان حاجه في نفسي، صح؟ طب ده ايه؟ طب لو الحاجات اللي انا بحبها اكتر من حياتي دي ما ادتنيش اللي انا عايزاه، ما لبتليش الاحتياجات اللي انا عايزاها دي، طب ايه؟ فهو الحل الوحيد بقى ان انت تكون بتحب ربنا اكتر من نفسك. لانك لو حبيت ربنا اكتر من نفسك هتحب الحاجات دي بغض النظر هي بتلبي لك احتياجاتك ولا لا. فهو السر كله في الاخلاص بصراحه، فربنا يرزقنا الاخلاص كلنا يعني.